ليه في الصيف بنشوف جسم الطفل مليان نقط حمراء ويقعد يهرش ويتضايق ويعيط وانتي مش فاهمه ده ايه؟ ده حمو النيل. تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي ايه هو حمو النيل وايه اسبابه ونعالجه ازاي. ايه هو بقى حمو النيل؟ طفح جلدي احمر بيظهر على جسم الطفل على هيئه حبوب صغيره او نقط صغيره فيها ميه، بيبان اكتر في المناطق اللي بيعرق فيها الطفل زي الصدر والرقبه والظهر واماكن الحفاض. الحر الشديد والعرق وانسداد الغدد العرقيه بيتحول لحبوب حمراء، ودي اللي اسمها حمو النيل. بيزيد مع اللبس التقيل وعدم التهويه الجيده او وجود الطفل في مكان حر ورطب. اعراضه حبوب حمراء صغيره، هرش، توتر، وممكن التهاب لو اتخدش مع عياط مستمر وقلق للطفل وعدم النوم. ازاي اتفادى انه ما يجيش لابني؟ لازم كل ملابس الطفل الصيف بتبقى قطن خفيفه وواسعة وطبقة واحدة بس. حمام فاتر يوميا مرة واثنين وثلاثة ومن غير صابون. هتنشفي الجسم كويس وتهتمي بتهويته. في كريمات وفي لوسيونات مهدئة لحمو النيل أو كريمات فيها كلامين. ممنوع تحطي بودرة تلج أو كريمات دهنية تقيلة عشان ما تسديش المسام أكتر. لو الطفح الجلدي ده انتشر على جسمه كله أو حصل صديد أو حرارته عالية لازم تتوجهي فورا لدكتور. باختصار حمو النيل مش خطير بس مزعج جدا للطفل، لا بيخليه يعرف ولا ياكل ولا ينام ولا يبقى قاعد مبسوط. من الوقاية البسيطة تحميه من الحكة والتعب. شاركي الفيديو مع كل عشان الصيف يمر بأمان مع أطفال.